السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة كنقدم الشكر الكبير والخالص لمشجعتي البدوية، هي اللي شجعتني باش نقاد هذا الفران اللي غادي نقدم لكم الشرح ديالو بالتفصيل، وغادي ان شاء الله الرحمن الرحيم تستافدوا منه. ولا ندير شي مساحة ولا شي حاجة بغيتو تحطوا فيها. واللي بيدخل عند ليلى، راه ليلى القناة تاعها سميتها ليلى البدوية في اسبانيا. وتنشكر بنتي شيماء اللي هي اللي عاونتني الله يعترضها. كل ما كانت هي بصراحه ما نقدرش، حيت كيضر نظري ما نقدرش نهائيا ندير شحال بزاف د الاعمال. المهم كنشكرهم بزاف، وغادي نبدا معكم في التفاصيل. فوالا نتوما في الزريده ديالنا صاوبنا فران ديال التراب. ناري ياك بيجي الخبز فيه خزان. نتوما درنا ليه التبن من الفوق، هادي المدخانه، ها البيب، ولتحت غادي نديرو فيه العواد. فوالا كيف قلت لكم شمع عاونتني، هذا وصف تاع شمع هي اللي عاونتني. المهم غادي نبداو في التفاصيل. هي الاولانيه وراه كي تتبان لكم الفران مقبب ومقاد بصراحه، والله ما تخافوا، غير يجي يقولوا بسم الله الله كيعاونكم. وحتى حاجه وكل شيء ساهل، كل شيء بسيط. الياجوره كنجيبوه من عند مريم الفخار، والطين طاوه كنجيبوه من عند مريم الفخار. المهم اللي غنبداو به هو الاول. انا درت واحد جوج طلعات ديال الطوب هكا باش يعطيني واحد البلاصه لتحت اللي غادي نستغلها ندير فيها العواد باش ما نبقاوش هكا ملوحين في الجرده، وفي نفس الوقت يعلى شي شويه باش نعرف انا كنطيب بلا ما نبقى محدوره عليه. المهم كنخلطوا الرمله والصيمه. الرمله راه فيها جوج انواع، كاينه المغسوله وكاينه الناشفه. الا بغيتو تبنيو حتى تبغيو تغربلو غادي تجيبوا ديك الناشفه غير كتغربل، سميتها وهذيك المغسوله راه كنديروها في الطالو وكنديروها في الارض وداكشي اللي بنشدو فيه. اما تشتويه نخلطهم غير في البانيو وكنزيدو عليهم الماء. تتولي العجينه ما قاصحاش بزاف، كتكون غير شويه مرخوفه. تنبدا نحطو هاد الخليط في الارض، كنحطو عليه الطوب. ومن بعد ثاني ملي في الدور الثاني فاش نبغيو نديرو الدور الثاني راه كنبقى تنحطو ثاني فوق الطوب، وكنخلفو الطوبه على الطوبه باش ما تجيش وحده فوق وحده باش ما يطيحوش. كنديرو وحده في الفرق ديال الجوجات التحتانيين وسميتهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن بعد كنبنيو. راه ماشي شي حاجه دابا تشوفوا دروكا بعينيكم كيفاش نحطو، ماشي شي حاجه صعيبه، ماشي بزاف. نتوما بقاو متبعين الصوره وكتصنتوا ليا في نفس الوقت باش يمشي معنا الفيديو القادم. المهم كي قلت لكم راه شريت الياجور من عند ماني الفخار، بحال اللي في مراكش راه كاين ماني الفخار، كاين في الطريق صويره، في الطريق فاش نقولوا الطريق اللي كنطلع لاكازير دو لاسكار. وراه كاين عندهم الياجور الطيب وعندهم حتى الطراب عندهم غزال. ملي كتخلطي كيولي بحال شي لصقها زوين رطب ونقي. المهم اللي هو خصو، وانا في الليله قبل ما نبداو نبنيو به تنخصنا نفزقوه. كان انا ما خديت واحد الطرف شويه كبير ديال سميتو ديال البلاستيكه ديال الميكا، كيدير شي 7 دراهم المتر. خديت متر ونص وسميتو حيت اصلا فيها العرض متر ونص، عطاتني كاري. وحطيتها وخدت في هذوك الخناشي. المهم ثلاثه الخناشي راه كاع تجي لكم الخناشي كدير 5 دراهم، ما غالياش. الياجور راه كيدير 8 ريال، 8 ديال الريالات، ما كاملاش نص سميتو نص درهم، ما كاملاش نص ما كاملاش 10 ريال. كناخدو بها داك الياجور وكتاخدي القياس اللي قدك اللي يدور. راه بتمشي معاك حتى تقريبا نقولي شي 130 ياجوره، ما كتجيش غاليه، ما كتكمل حتى 50 درهم. المهم كتكون بمواد بسيطه ورخيصين بصراحه، ماشي شي حاجه غاليه. انا قديت بداكشي اللي عندي في الدار. هما شفتو ملي بنيت سميتو دوك جوج طلعات راه كيعطيني الفراغ لتحت مزيان. شاط ليا الرمله والسيمه وخويتهم لتحت باش نغبر داك التراب، ومنها درت قاعده. المهم انا كي قلت لكم غادي نقضي باللي كاين، ما غاديش نقضي بشي حاجه نقلب عليها، ما قلبتها لا حتى شي حاجه. داك الوسط قصفت فيه الطوب بزاف، الطوب كتير باش يعطيني، حيت انا ما عنديش هاد البلانش اللي كيبان لكم دروكا كتير، باش نحطو من التحت باش يحبس ليا ما تطيحش ليا ديك العجينه اللي غادي ندير باش نقاد هذيك الطبله من الفوق. واذا دبرت على هاد الكرتونه هي اللي قبضتها ودرتها فوق هاد الطوب اللي بنيت، ودرت ليها نتوما شفتوا كتيبه لكم درت ليها الطوب من التحت حتى هو.
ودرت دوك جوج بلانشات اللي عندي في الجناب وحبستهم بالطوب، راه غادي يبان لكم هانتوما راه غادي غير بشويه. خدت هاد الكرتونه كبيره ديالي باش حددت هنا، وحددت بالياجور، درت الباب على شكل معين، وقبت خلطت الكاياس راه معروف، والرمله ديال 45 والرمله والسيمه ديال 45 عفوا غلط، والسيمه كي قلت لكم السيمه 45 والرمله المغسوله. شفتوا ديك الشبكه وهاد الشبكه خديتها ديال الحديد حتى هي كدير 7 دراهم ونص، خديت منها حنا عندي متر في العرض، خديت منها 2 متر قسمتها على جوج ودرت طرف فوق طرف. وشتو راه زكيتها غير بالحجر ديال الجرده، ماشي ما عنديش باش نزكي، المهم انا ديبانيت راسي. المهم كنشدو واحد الكميه اللي كافيه، كنديرو هكاك تقبه فلوس، كنعمروها بالماء، كنخلطها حتى تعطينا واحد العجين ما مطلقش، اللي يبقى سايح وما قاصحش، اللي يبقى واقف لينا ما يبغيش يتسرح. المهم ملي كنديرو شدو هاد الشبكه مدوبلاها على جوج، ملي كنخلطوها كنبقى تنخوي داك الخليط كله، كنبقى تنقادو بملاسه. انا الملاسه هي اللي خديت شريت ما غالياش، دير شي 20 درهم. المهم باش تبقى عندي في الدار بغيت ندير بها شي حاجه. شفتوها غادي نخليوها 3 ايام حتى تنشف مزيان، ولا 4 ايام، شوفوا نتوما على حسب. انا خليتها سيمانه حيت ما كنساليش حتى السبت في العشيه، كنبقى خدامه اذا نسبت في العشيه ولحد هما اللي عندي. خليتها حتى السبت اللي حليتها ما حيت لها الحجره كتحيدي تتنشف، كتبدا تجبدي داك الحجر وداك الشيء كتخلي لك لاطرس مقاد، وكتحيدي داك الشيء ما كيترس منه حتى شي حاجه، وفي نفس الوقت كيدير كينشف كلشي. هانتوما شتي كي طلعت الياجور اللي قلت لكم ها هو، خديته درت به دائره. الدائره غادي تشدي المنتصف ديال هذاك تما، وغديري مسمار وتشدي خيط وتعبري المساحه اللي بغيتي. انا درت مترو باش بغيتو كبير شويه، ودورت على بديت هانتوما تيبان لكم الطباشير زرق، اللي قبضت هذا الياجور ودورته باش هكا قنت على قنت، وكتخلي داك الفراغات. دوك الجوج ياجورات علمت بهم الباب ديال الفران، غدرت فيه 45 باش الا بغيت نخشي شي طاوه ولا شي حاجه تساعد معايا ما نديرش الباب صغيور. بحال هكا بغيت ندير شي دجاج ولا بغيت ندير فيه شي لحم ولا شي حاجه مشويه تخلي الطاوه. المهم من بعد راه كنديرو جوج صفوفه، كنخلطو الطراب اللي قلت لكم كنفزقوه بليله من قبل. ها هما شتي ملي كتفزقي كتجي كتبدا تخدمي به كيكون رطب غزال. هذه كميه كتزيدي عليها واحد الحفنه ديال الصيمه ما تكثريهاش حيت الطراب اصلا تبارك الله كيلصق مزيان. المهم نعطيكم ديروا الصباعات ديالكم حيت مثل من التراب وهذاك حرقني شويه في يديا، هذا ليا شويه يديا. المهم كنزيدو كي قلت لكم الحفنه، وكنبقى تنبنيو به. كنديروا 2 دورات ديال الياجور وداك القاع تما باش نقادو القاعده ديال الفران اللي بيعود تقبض السخونيه. هذيك القاعده كنديروا فيها الرمله وكنديروا فيها الملحه والدجاج انا ما لقيتوش. كاين اللي كيدير في ديك القاعده كيستف فيها التراب هو الاول مخلط، وكيدير فوقها واحد الياجور ديال على برا ديال الخارج، كدير 11 درهم الياجوره. طلع شي شويه في الثمن، انا قالوا لي كاين في واحد البلاصه بعيده بصراحه ما قدرتش نمشي، ما مشيتش. المهم هانتوما شوفوا كتلصقوا الياجوره، كتهزوا حتى تحطوا التراب من تحتها اللي مخلط بالسيمه، وكتبقى ترشوا بالماء. نتوما شفتوا الماء كيبان لكم كترشوا بالماء، وفي نفس الوقت كترشوا الارض بالماء وتحطوا داك التراب وتحطوا فوق الياجوره. الا بات لكم وحده طالعه على وحده كتضربوا شويه ديك الياجوره كتهبط. شفتوا كيمصف مستف مزيان. انا الملحه اللي قلت لكم درت، انا ما درتش داك الياجور، درت غير الرمله، درت الملحه الغليظه كثيره. الدجاج قلت لكم ما لقيتوش، وليت ما استغنيت عليه، ماشي مشكل واخا تستغناو عليه. كدكوه مزيان، كتجيو كتخلطوا التراب اللي ديجا فزقتوه مع السيمه ديال العافيه. كتباع خنيشه ب 60 درهم، خنيشه فيها 5 كيلو، كتكيسي عليها كديري منها شويه هنا وكديري منها شويه في القبه الفوقانيه ياك. ها هو شفتوا السيمه ديال العافيه والتبن والتراب كتخلطيهم مزيان حتى يتخلطوا ياك، وهما اللي كنغطيو بهم هذيك القاعده باش تسخن لينا، باش تعود الفران يشد لينا السخونيه ديال الارض. الا ما تشدش السخونيه في الارض راه كيبقى ديال العافيه اللي فوق اللي كطيب. كنخلطوها مزيان شفتوها انتما، كنغطيو ديك القاعده كلها، كنخليو فيها حتى شي بلاصه. يعني كنشتو الباب علمته باش ما يبقاش، باش ما يضيع لياش المقياس ديالو. اللي كنجيو تنشدو ثاني داك الدوره كنبدا تنبنيو عليها، كنديروا الطراب ونديروا ياجوره، نديروا الطراب وكنديروا ياجوره. شتي راه فين نفزق الطراب تنشدو وكندير ديك الميكا وكنخوي فيها وكنفزقو ونخلي كيبات حتى الصباح.
نعاود نرجع لكم الهضره. ها انتم كنبقاو نديرو الطراب ونديرو ياجوره وكنبدا نميلوها شويه بشويه حتى تيدير. ما تخافوا حتى شي حاجه، اقسم لكم يمينا كي تحطوا ديك الياجوره تتلصق، تتعوجوها كتبدا تميلها. شتي الطوبه، شتي الياجور كيبقى تيباين، كتطلعوا تتعمروا لتحت منها. يعني اللي انا لغد الفوق ديالها شديتو ملي حك تما، شديتو درت الطوب من الداخل ودرت فوقه هذاك الكرتون، ودرت وخويت فوقه السيمه ديال العافيه مخلطه بالماء وما تكونش جاريه. خويتها فوق هذيك الكرتونات وستفت الياجور مزيان فوقها. اللي قبل داك التراب اللي مخلط ما درتش فيه السيمه، تراب اخر ما مخلط ما فيهش السيمه، وبديت نخوي من الفوق حتى عمرت لي هذيك القبه ولات مستويه وعامره. اللي رجعت درت ثاني التراب وفيه التبن وفيه شويه لا فيه التبن ما فيهش السيمه، وكثرته وبديت نهز وكنغلف لذاك الفران، تنهزو نغلف تتهزي وتغلفي تهزي وتغلفي حتى يعمر كله. كيكون كثير كتعمريه مزيان وما كيكونش جاري، وداك التبن باغي تلصقي وتلصقي وكترشي بالماء وتغلفي حتى يعمر كله. من بعد 3 ايام رجعت وحرشت هذيك البليصه اللي كانت هكاك طوب وبديت نلصق فيها الياجور الاحمر حتى قديتها كلها وزوقتها غير بشوي بشوي. بصراحه راه غير الانسان يزعم بشوي بشوي، ما خلانيش الله عاوني. واللي شعلت فيه العافيه خيطو السيمانه وشعلت فيه العافيه، وغادي ان شاء الله تتبعوا.